مرحبا بكم أصدقائي متابعي قناة أسامة فار. اليوم سنتكلم عن حيوان جميل ومميز يعيش في أماكن باردة جدا. إنه البطريق، طائر لا يطير لكنه يسبح في الماء مثل السمك. البطريق محبوب عند الناس ويوجد في أفلام الكرتون بكثرة، لكن هل تعلم كل شيء عنه؟ أنا متأكد أنك ستستفيد كثيرا من هذا الفيديو. تابع معنا إلى آخر الفيديو لتعرف عالم البطريق، هذا الكائن الذي لا يطير، أو الطائر الذي لا يطير لكنه يسبح. هو طائر لكنه لا يطير، له جناحان لكن يستخدمها للسباحة وليس للطيران. جسمه مغطى بالريش ناعم وكثيف يحميه من البرد. البطاريق تمشي بشكل مضحك على الثلج وتقف منتصبة مثل الإنسان. يوجد منها أنواع كثيرة، أكبرها هو البطريق الإمبراطور وأصغرها هو البطريق الصغير الأزرق. الناس تعتقد أن البطاريق تعيش فقط في القطب الجنوبي، لكن هذا غير صحيح. بعضها يعيش في إفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية وحتى في جزر القريبة من نيوزيلندا. لكن البطاريق التي تعيش في القطب الجنوبي هي الأشهر لأنها تعيش في الثلج والبرد القوي. البطاريق سباحة ماهرة، تتحرك في الماء بسرعة كبيرة. جناحاها يعملان مثل زعانف الأسماك. تستطيع الغوص تحت الماء والبحث عن الطعام. تأكل الأسماك الصغيرة والحبار والكائنات البحرية. أحيانا تغوص لمسافات عميقة جدا. البطاريق لا تعيش وحدها، تحب أن تعيش في مجموعات كبيرة، فهي اجتماعية. هذه المجموعات تسمى مستعمرات. تتعاون البطاريق في الحياة وتساعد بعضها البعض. كل بطريق يستطيع أن يتعرف على صوته الخاص حتى بين آلاف البطاريق. هذا يساعده في العثور على عائلته. في بعض الأنواع تضع الأنثى البطاريق بيضة واحدة ثم تذهب لتبحث عن الطعام. الذكر يبقى ويحتضن البيضة فوق قدميه حتى تفقس. بعد أن يخرج الفرخ يعتني به الأب والأم معا، يطعمانه ويحمونه من البرد والثلج. هل البطاريق في خطر؟ نعم، في الحقيقة للأسف بعض الأنواع البطاريق مهددة بالانقراض. التغير في المناخ وذوبان الجليد يهدد بيئتها، وأيضا التلوث في البحر يقلل من طعامها. لذلك يجب أن نهتم بالطبيعة ونحافظ على البحر والطقس لنساعد هذه البطاريق وغيرها من الأنواع على البقاء. الناس يحبون البطاريق، وهذا نجد في أفلام كثيرة مثل هابي فيت ومغامرة البطاريق وأنواع أفلام كثيرة. هي طيور ظريفة ومضحكة، لكن في الحقيقة هي قوية وشجاعة. تعيش في أصعب الأماكن في الأرض، برودة. هكذا نكون قد تعرفنا أصدقائي على البطاريق. هذه الكائنات، هذه الطيور التي لا تطير لكنها تسبح وتعيش في الثلج وتحب عائلتها. إذا أعجبكم هذا الفيديو أرجو أن تشتركوا في القناة. إلى لقاء آخر وموضوع آخر.